العربيه ديت شيري اريزو 2023 وجابت موتور، وللاسف قطع غيارها مش متوفره بشكل كبير. العربيه ديت من ساعه ما نزلت وهي عامله قلق كبير، وبالمناسبه المركز هنا عمل لها عمره وهي مش متوفر ليها قطع غيار، وفق عليها قطع غيار عشان العربيه ما تفضلش مركونه وصاحبها يقع في مشكله. المهم انا قررت ادخل في تفاصيل العربيه ديت واقف اذا كانت العربيه ديت فعلا تستحق اللي هي تبقى موجوده بالحجم الكبير قوي ده في السوق ولا في مشكله ثانيه، ونلمس مسببات المشاكل اللي بتخلي العربيه دي ظاهره باستمرار، اللي فيها مشاكل كتير لدرجه ان فيها اشتكاءات جت للوكيل بتاعها بتطالبه بالتنازل عن وكالتها. ما تنساش تدوس لايك بقى بصباعك الحلو دوت وتابع معايا الفيديو للنهايه. دغري كده العربيه دي جابت موتور عشان خاطر حطت زيت مضروب. فاولا نصيحه صغيره كده احب اقولها لكم، لو العربيه عدى عليها ميعاد غير الزيت وانت في منطقه مش عارف ميكانيكي محترم فيها، او انت مش متاكد اذا كان في ميكانيكي محترم في المنطقه دي ولا لا، امشي بالعربيه كيلومتر زياده، ولا انك تغير زيت عند حد انت مش ضامن. مواصفه الزيت مهمه جدا على المدى البعيد، والالتزام بمواصفه المصنع ده شيء مهم جدا. بلاش فزلكه من الصنايعيه بالله عليكم، ما تغيرش في مواصفه زيتك غير لما تلاقي الموتور خف وبدا يطلع دخنه، ولا كيلومتر ولا اي حاجه ثانيه. الحلقه الجايه بقى هنتكلم عن مشاكل في تيس الاريزو، فما تنساش بقى تدوس متابعه. ربنا يستر طريقكم. سلام.